كم تبلغ مساحة الجنة؟ ذات مرة أراد جبريل أن يعرف مساحة الجنة، فأخذ الإذن من الله ليقوم بقياسها، وأعطاه الله الإذن. فانطلق جبريل وأخذ شكله الأصلي والأقوى، فاردا أجنحته ومنطلقا بسرعات كبيرة. فطار جبريل في الجنة لمدة 300,000 سنة، وتوقف وطلب من الله أن يمده بالعون والقوة ليطير لمدة 300,000 سنة أخرى، وأمده الله بقوة كبيرة. وظل جبريل يطير والله يمده بالقوة كلما مر عليه 300,000 سنة، إلى أن وصل ل900,000 سنة، ثم وصل لقصر عظيم في الجنة. فأطلت من ذلك القصر واحدة من حور العين على جبريل، فسئلته عن ماذا يفعل، فأخبرها أنه يقيس عرض الجنة. فأخبرته أنه منذ انطلاقته وصولا إلى هذا القصر فإنه كان يطير فقط في حدود مملكتها، وأنها زوجة أحد المؤمنين، وأن هذه كلها ستكون جنته ومملكته. لا تشاهد وترحل. صل على النبي وادعمنا بإعجاب.